السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثي عن الشأن السوري وتحديدا عن الموقف التركي من القضية السورية. الموقف التركي ينقسم إلى قسمين، يعني هناك استدارة تركية. القسم الأول ما قبل 2015، القسم الثاني هو ما بعد 2015 أو بالأحرى ما بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية. ابتداء عندما كان السوريون يشعرون أن الموقف التركي داعم لثورتهم وضد نظام الأسد، كان الحقيقة الموقف هو أن تساعد أو تساهم تركيا بإسقاط الأسد شريطة أن يستلم الإخوان المسلمون مكانه. هذا الموقف الأول. أرجو تماما الانتباه إلى هذه النقطة، وأرجو أن أكون أمينا ودقيقا جدا في وصف الموقف التركي. إذا تركيا دعمت الثورة السورية في مرحلة ما قبل إسقاط الطائرة الروسية بهدف أن يستلم الإخوان. طبعا إذا استلم الإخوان تركيا سوريا، يعني أن سوريا أصبحت تابعة لتركيا، تابعة كلها لتركيا، لأن الإخوان كما تعلمون بياعون. الإخوان يبيعون الأوطان والأعراض والدماء، وأهلهم يبيعون كل شيء. إذا كان طموح أردوغان حزب العدالة والتنمية الإخوانجي كان طموحه أن يكسب سوريا كلها. لكن بعد أن أسقط أردوغان الطائرة الروسية، وبعد أن سحبت أمريكا الباتريوت، وفي إشارة إلى يعني كشف الظهر الأتراك للروس، أدرك أردوغان بأن اللعبة خطيرة وأن الأمريكان يغدرون به، فذهب باتجاه روسيا. المشكلة إلى الآن الأمور طبيعية، لو كنت أنا مكانه لفعلت مثله، أتحالف مع الروس عندما يخذلوني الأمريكان. يعني بوتين حيوان يريد أن يقصفني ويريد أن يدمر اقتصادنا وما إلى ذلك. إذا لماذا أنا أنتظر حماية الأمريكان والأمريكان سحبوا الحماية، وكأنهم يريدون لروسيا أن ينهونا تماما. هذا الأمر حدث مع السعودية على فكرة في اليمن، عندما سحبت أيضا أمريكا الباتريوت من السعودية وكشفت ظهر المملكة للحوثي ومن ورائه الإيراني. فماذا فعلت السعودية؟ فعلت الفعل ذاته، تصالحت، لا أقول تحالفت، تصالحت مع إيران برعاية صينية. هذا ليس موضوعنا، تحدثت عنه سابقا وربما أعيده. وبالمناسبة هذه المواضيع كلها تحتاج إلى لايف. إذا كان مناسبا أن أكون معكم بلايف أرجو الكتابة في التعليقات. أعود إلى الشأن التركي. إذا تركيا تحالفت مع روسيا، لكن الخطورة في تحالف تركيا مع روسيا هو أن تركيا بدأت تعقد الصفقات مع روسيا على حساب الشعب السوري. يعني كل دولة تتحالف مع دولة أخرى عادي جدا، لكن عندما يكون على حسابنا هنا حدث الأمر البغيض. يعني بمعنى أن تركيا تأخذ بعض المكاسب من روسيا وتمنح الروس مكتسبات، لكن من حصة الشعب السوري، أي تسليم الثورة السورية للرؤية الروسية. وبالتالي ذهبت تركيا بالمعارضة إلى أستانا وسوتشي، أي إلى إعادة الأرض إلى نظام الأسد. أستانا بالضبط هو فعل عسكري أو خط عسكري يهدف إلى إعادة الأرض إلى نظام الأسد، وتركيا دورها دور الضامن. يعني بمعنى إذا شن الأسد برعاية روسية وإيرانية الحروب مثلا على الغوطة، فلا يجوز أن يتحرك الثوار في الشمال السوري نصرة للغوطة. وإذا أيضا النظام أخذ حوران، لا يجوز أبدا، ممنوع الجيش الوطني في الشمال السوري أو الفصائل أن يتحركوا نصرة لحوران وتشتيتا لجهود النظام وحلفائه. هذا دور الضامن التركي. ورأينا ما فعل بأحمد خولة، كيف اعتقل، يعني عفوا أبو خولة عندما حرر تادف نصرة لحوران، وبسهولة، ربع ساعة نص ساعة كلفته لا أدري.
إذا هذا دور الضامن التركي، إعادة الأرض للنظام. أيوة، إذا اختلف، إذا تركيا لا تريد إسقاط النظام. بعد استدارة تركيا اكتفت وأرادت أن تقتطع الشمال السوري باتفاق مع روسيا، وهذا هو سوتشي تحديدا، أن تقتطع الشمال السوري بعرض 30 كيلومتر، تزيد في مناطق وتنقص في مناطق، وهذه تفاصيل غير مهمة. المهم الآن أصبحت القضية مختلفة. بينما كانت تركيا تريد سوريا، كل سوريا المحكومة بالإخوان المسلمين التابعين، يعني تصبح ولاية تماما تماما تماما. الأمر مثل بشار الأسد، محافظ يعتبر على سوريا التابعة لإيران. ألم يقلها الإيرانيون إن سوريا المحافظة رقم 36 تابعة لإيران، وبشار محافظ. تركيا نفس الرؤية تماما، نسقط بشار الأسد، نسلم الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمون محافظ تابع لتركيا. هذا فشل كما ذكرت، أو تحولت تركيا بسبب الإعراض الأمريكي، تحولت إلى روسيا واكتفت أن تقتطع من سوريا الشمال. يحكمه أيضا الإخوان المسلمون، حريم السلطان الذي نسميهم حريم السلطان أو السوركيون. الآن حتى تكمل تركيا هذه الدودة الشمالية وتمنحها للمعارضة وتتركها وتغير اللغة العربية، والمدارس تصبح تركية، والرواتب تركية، والقرار العسكري والسياسي تابعة لتركيا تماما، إلا تبقى لسوريا. تنتظر تركيا ربما عشرات السنين للحظة تاريخية ما تستطيع أن تعقد صفقة فتقتطع جغرافيا وليس فقط إداريا، تقتطع الشمال. الآن حتى تكمل تركيا هذا الشريط الحدودي لصالحها، يجب عليها أن تهزم قوات سوريا الديمقراطية في المناطق في شرق الفرات. هذا الأمر ظل يراوح خلال السنوات الثلاث الأربع الأخيرة، وكلما كذبت تركيا كذبة بأنها سوف تشن معركة وإلى آخره، يتم فرملتها من قبل الأمريكي. إذن تركيا ممنوعة أمريكيا أن تشن معركة ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات. إذن تغيرت الحسابات. تعال يا بشار الأسد نضحك عليك تماما تماما، تعال يا بشار الأسد نضحك عليك، تعال نعقد صفقة. ما هي الصفقة؟ الصفقة نسلمك رأس المعارضة وأنت تسلمنا رأس قسد. لاحظ الطرفين الرخيصين. أنا كنت دائما أذكر فكرة اللي هي الثلاثية، مثلث من 3 أضلاع أو رؤوس، قسد والمعارضة، أو إذا شئت الثورة ونظام الأسد. أي اثنين منهما يتفقان فالثالث سيخرج خاسرا. الأمريكان أرادوا أن يتفق قسد مع المعارضة ليخرج الأسد بوعد أمريكي خاسرا من المشهد. رفضت تركيا، رفض الإخوان، رفض السوركيون، وصرخوا ويا ويله الذي يتكلم بهذه اللغة، فهو قسدي عميل خائن قنديلي وما إلى ذلك. هذا التشبيح الذي ظهر. هم يعلمون أو لا يعلمون بأن البديل أن تتفق المعارضة مع النظام، الثورة مع النظام، لكن ليس اتفاق سياسيا بحيث المعارضة تأخذ بعض الوزارات، يعني اتفاق محترم، لا 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 أبدا. اتفاق تسويات، يعني أنت كمعارض ستعرض على محكمة تابعة لنظام الأسد، فإن كان عليك شيء، شو يعني عليك شيء؟ يعني قلت هكذا بيوم من الأيام، خرجت مظاهرة، أبديت رأيا، فأنت ستحاكم 10 سنوات سجنا وتعذيبا، 15 عاما، 20 مؤبد، إعدام. هذه أحكام الأسد. هذا ما تريده تركيا. إذن تركيا أرادت مؤخرا أن تعقد صفقة مع النظام. تعال أنا أسلمك المعارضة، أو أسلمك إدلب، هذا بمعنى مختصر على فكرة، لكن الفكرة أنه تعال يا بشار الأسد اتفق أنت والمعارضة وحاربوا قسد. إذن الخطورة في الموقف التركي خلافا للموقف العربي أنه يمس البيت الداخلي الثوري تماما ويسلمه للنظام ليحاكم. الضباط في المخيمات سيسلمون ويحاكمون، وهذا براءة، وهذا يعود إلى عمله،
والثاني يحاكم، والثالث على أعواد